هقول لكم في الفيديو ده 10 مواقف لو اتحطينا فيهم ازاي نتعامل بكل ذوق ورقي في المواقف دي. اول موقف وهو لما الطفل يوريني رسمة او حاجة هو ملونها، اطلب منه ان هو يشرح لي الرسمة دي من غير ما اخمن هي ايه. دي حاجة بتبسطهم جدا وبتخليهم يعبروا عن ارائهم من غير اي خوف. تاني موقف، لو صديق جه عدى عليا وقت الغدا بتاعي او وقت باكل فيه، لازم اعرض عليه ان هو ياكل معايا. لما حد يجي يحكي معايا حاجة وهو مبتسم ومبسوط، المفروض ان انا كمان ذوقيا اكون مبتسمة وهو بيتكلم. لما نكون بنتكلم او بنتناقش مع حد بلاش نعلي صوتنا، لان الموضوع ده مش هيبقى في صالحنا خالص، ده هيثبت اننا اصلا غلطانين. ومن آداب الزيارة طبعا إني بتصل قبل ما بروح، تجنبا لإني أكون موجودة في مكان غير مرحب بيا فيه حاليا. قبل الدخول لأي وسيلة مواصلات نقف على جنب ونسمح للركاب إن هما ينزلوا الأول وبعدين ندخل. سابع حاجة، لما نستلف عربية من حد نرجعها بالبنزين اللي كان موجود فيها، وطبعا تكون حالتها كويسة، منكونش كاسرين فيها حاجة أو مبهدلينها. تامن موقف، لما نخلص شوبينج أو تسوق نركن العربية في المكان المخصص ليها، منسيبهاش موجودة في نص الطريق. تاسع موقف وهو طريقة الاعتذار. اعتذاري ما يجيش بعده حجة، يعني ما اقولش مثلا انا اسفة بس الموقف الفلاني اضطرني اعمل كذا، او انت اضطرتني من ردة فعلك اعمل كذا، لان ده هيبين للي قدامي ان انا ببرر اخطائي، يعني ان انا ممكن اعمل كده تاني لو الموقف ده حصل بنفس الطريقة. اخر حاجة، لما بلاقي فيديو عاجبني منساش اعمل لايك واشاركه كمان مع الناس اللي بحبهم، ولو حابين تشوفوا فيديوهات جاية تقدروا تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناة علشان تشوفوا كل جديد.